فيلمنا النهاردة بيبدأ بأختين بتطاردهم الأشباح والعفاريت، وجت في الآخر الأخت ضحت بنفسها. البنت دي كانت بائسة جدا في حياتها، بس يا ترى ايه اللي مخليها بائسة كده؟ مفيش غير احتمال واحد، وهو الشبح اللي بيطاردها. بيبدأ فيلمنا النهاردة ببنت وهي اسمها كوران، طالبة في الجامعة، والجامعة بتاعتها اسمها سي آر. أول ما دخلت الجامعة دخلت على مكتب مدير الجامعة على طول، لكن أول ما دخلت يا صديقي انصدمت لما لقت الشاب الوسيم جدا ده قاعد في المكتب. وقال لها مدير الجامعة إن ده شاب جديد لسه جاي مش عارف حاجة في الكلية، فخديه معاكي وعرفيه الدنيا هنا ماشية ازاي. لكن بنلاحظ عليها إنها مش حابة تعمل كده، وبتسيبه وبتمشي من غير ما حتى تتكلم معاه. نادى عليها المدير الجامعة وقال لها انت مريضة ولا حاجة؟ قالت له لا، انا بس مش قادرة اتكلم دلوقتي. سابتهم ومشيت برضه، وخرجت من الكلية وقابلت أعز صاحبة ليها وحكت لها بقى عن الشاب الوسيم اللي هي شافته في مكتب المدير. قالت لها طب مخدتيش رقمه؟ قالت لها لا، ولا حتى اتكلمت معاه برضه لا. وهي قاعدة معاه أصلا عمالة تفكر فيه. وقامت علشان تروح، وهي ماشية في الشارع بالليل لوحدها لقيت الشاب الوسيم اللي كان في مكتب المدير ده ماشي وراها، ووقفها واتكلم معاها. وأول ما شافته ما بصتلهوش أصلا، سابته ومشيت على طول. وهنا عرفنا يا صديقي إن الشاب ده كان حبيبها الأول. روحت كوران وقعدت على السرير وبدأت تفتكر الأيام اللي عاشتها معاه وذكرياتهم مع بعض، وهي نايمة شكلها كانت بتحلم بيه. ولما صحيت يا صديقي بنلاقي الشاب ده واقف تحت الشباك بتاعها مستنيها، لكن بنشوفها واقفة ومظلومة جدا. وقامت واخدة نفس عميق وراجعة لورا، بنلاقي إن مفيش حد واقف تحت البيت. بتيجي أختها وهي قاعدة وعمالة تفكر كتير وراجعة حزينة جدا. أختها بتخبط عليها مش عايزة ترد على حد، لحد ما لقت المفتاح خدته وفتحت به الباب. ركبت العربية بتاعتها وبسرعة رايحة لأختها وقالت لها إنها سمعت امبارح أصوات رعد ونار خارجة من أوضة كيلان. قالت لها أختها مستحيل، علشان الأوضة كانت فاضية ما كانش فيها حد. وبتفتح الباب مرة واحدة لقيت الشاب الوسيم ده واقف وبيتصنت عليهم، اللي هو كان حبيبها الأولاني. صحيت كيلان بالليل ولقيت صاحبتها المقربة قاعدة جنبها، وكانت صاحية جعانة جدا. عرفت صاحبتها إنها جعانة وجابت لها صاحبتها الأكل، وعرفتها إن أختها جت زارتها امبارح. أبوها يا صديقي مات في حادثة عربية، واختها لما عرفت خدت بعضها وهربت من البيت على طول. وكانت بتقول لصاحبتها ان هروب اختها وراه اسرار كتير، بس هي مش عارفاها دلوقتي. بنشوف الشاب الوسيم ده وهو قاعد جنب اخته وبيسألها عاملة ايه دلوقتي. قالت له ملكش دعوة. فضل اخوها يحكي لها عن الاحزان اللي عاشها طول عمره. فتح قصيدة حزينة لاخته من فراق وحزن وعياط وحاجات كتير بقى. واخر ما زهقت منه سابته ومشيت. وبنشوف بعدها العفريت اللي لابس كيلان رجع تاني، وكانت صاحبتها واقفة جنبها بتكلم حبيبها. وأول ما شافتها في الحالة دي وعمالة تكلم نفسها سابتها وجريت، لأنها خافت جدا منها لا تقتلها أو تعمل فيها أي حاجة. أختها راحت لها البيت وسألتها لسه بتحلم الأحلام والكوابيس الوحشة اللي كانت بتحلم بها دي؟ قالت لها أيوة، أنا بحلم بهم كل يوم ومش بيفرقوني. شافت صاحبتها رجل أختها وهي بتنزف، جابت علاج ليها ووقفت النزيف بتاعها، وخدت اختها في حضنها وناموا جنب بعض. وبنيجي هنا بنشوف باب الاسانسير بيتفتح لوحده، وبتصحى كيلان وبتكتشف ان العفريت اللي كان معاها المرة دي كانت بطنه كبيرة جدا وشكله جعان، يعني مكبر بطنها خالص. لما صحيت ولقت بطنها كبيرة جدا كده خدت نفسها هي واختها وراحوا للدكتور علشان يطمنوا. وساعتها قال لها الدكتور مبروك المدام حامل. قالت له مستحيل اكون حامل، احمل ازاي وانا لسه ما اتجوزتش؟ لكن الدكتور قال لها طب استني اشوف الصور وهرد عليكي. وبنلاقي حبيبها القديم قاعد بيتفرج على كاميرا المراقبة وهو قاعد في السايبر. وبنعرف ان حبيبها ده كان مارس الجنس معاها قبل كده وهي ما تعرفش. ساب كاميرا المراقبة ودخل الحمام ورجع جري لما سمع صوت كيلان وهي بتصوت، ودخل عليها لقاها مغمى عليها. فضل يفوق فيها ومش عايزة تفوق خالص. مسك تليفونها واتصل على اختها. اختها جت بسرعة وقالت له في ايه؟ انت جاي هنا ليه؟ قال لها انا جاي عايز اعمل حاجة هتدخلني الجنة.
قال لها أنا عايز أقتل الشبح اللي في مادة كولان أختك. وفضلوا يتخانقوا مع بعض ويضربوا بعض، ووقعت السكينة منه على الأرض ووقفت السكينة لوحدها، لكن الإكس بتاعها بالله وقع على السكينة، وبتهيألي السكينة دي هي اللي كان فيها العفريت. أختها كانت عارفة إن في أشباح في البيت لما ماتوا أبوها وأمها، ولكن هربت من البيت علشان العفريت يجي وراها ويسيب البيت. عايزة تشغل دماغها على العفريت. ونشوف أختها وهي قاعدة عند كاهن وبيتكلموا عن العفريت اللي عندها، وقالت لها الكاهن إن هو عايز يولع نار معاكي وتولع في البيت. قالت لها مادام هعرف أنقذ أختي فما يهمنيش أي حاجة. قالت لها الكاهن أنا هحميكي ومش هخلي حاجة تمسك. فضلت بقى الكاهنة دي تعمل حركات غريبة وتقول تعويذات وطلاسم وعمالة تعمل حاجات غريبة، وأمرتها إنها تولع في ورقة. وبنيجي لتاني يوم بنلاقي أختها صاحية فايقة ورايقة ومش شايلة هم حاجة، وبنلاقيها نايمة على السرير. وبنعرف كده إن العفريت اللي كان عليها مشي وما بقاش مسيسها حاجة، وبترجع تاني تتعامل كويس مع كل أصحابها. وبس كده فيلمنا خلص النهاردة، وأتمنى إن هو يكون عجبك.